لو هتنصح الفريلانسرز اللي دلوقتي هم ميد كارير وعايزين يبداوا يكسبلور فكره الاونلاين بلاتفورمز وعايز اجيب من عليها انترناشونال كلاينتس، اكيد في بدايتك غلطت غلطات كتير قوي. حلو. ايه بقى الغلطات اللي لو رجع بيك الزمن كنت تتمنى ان حد يقولها لك؟ اول حاجه موضوع ان انا كنت باخد اكتر من الكباستي بتاعتي، فده سبب لي مشاكل كتير مع عملاء كتير. كنت ساعات باخد بروجكتس اكبر بكتير من يعني بروجكت واحد مش عملاء كتير بس هو مشروع واحد بس كان اكبر ضخم قوي، ما كانش عندي كونكشنز كتير كفايه ان انا اهندل الكلام ده مع ناس اصحابي مثلا يشتغلوا معايا. فده كان بيسبب مشاكل. دي الحاجات اللي انا وقعت فيها في البدايه. كمان كنت ممكن اقدم على شغلانه تقل من الريت بتاعي، يعني شغلانه عارف ان هي انا اصلا كنت محتاج الفلوس ساعتها فكنت بقدم على اي حاجه. لا ده كان غلط جدا. كان المفروض ان انا ابقى مركز على الشغلانات فعلا اللي هتضيف للبورتفوليو بتاعي واللي هتعلم الريت بتاعي.